الولد يكتشف نفسه؟ ده عن طريق بقى اكتسابه للمهارات. بيبدا ازاي؟ احنا مثلا طول فتره الدراسه سواء في الثانوي او كده المفروض على ولي الامر اللي هو بيبدا يعمل حاله توجيه للطالب. توجيه زي ان انا مش بكتفي مثلا بالدراسه فقط بتاعت شهاده الثانويه، لا انا عندي فتره مثلا الاجازه انا ببدا اطور فيها مهارات الطالب ده، مثلا عن طريق الكورسز، عن طريق اشوف ايه الحاجات اللي هي هو مثلا ميوله في برامج الكمبيوتر. اوكي، فابدا اشوف ايه الحاجات اللي هو يبدع فيها او يتطور فيها. فهنا يبقى عندي كذا قسم ليه. هو مثلا مبدع بيعرف لغه حلو، مبدع في برامج الكمبيوتر، كذلك متفوق مثلا في المواد العلميه. فاذا هو عنده كده كذا شغف، كذا ميول، كذا اختيار. ان انا ممكن هو يدخل قسم تبع كليه تبع المواد العلميه، ممكن يدخل كليه تبع اللغات، ممكن يدخل حاجه تبع الديزاين، تبع الكليات اللي هي معتمده اكتر على الاي اي. الذكاء الاصطناعي بالظبط، فهو ده هيبدع فيها اكتر. حدد انا يعني بمعنى اصح عرضت عليه خلال فتره الاجازه اغلب المجالات عن طريق الكورسز، فهو خد نبذه من المجال ده، وخد نبذه من المجال ده، وخد نبذه من المجال ده، فيقدر هنا يبدا يحدد هو ميال لايه اكتر.